مع منسي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها أنت تجلس بين يدي كتاب الله سبحانه وتعالى. ها أنت تعلم أن رصيدك اللغوي ورصيدك المعرفي قليل، ولكنك تطمع أن تكون هناك إمدادات من الله سبحانه وتعالى تأتيك من كتابه الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى سيفتح منافذ التلقي فيك حتى تستقبل كلام الله سبحانه وتعالى استقبالا واضحا، استقبالا جليا بينا. لقد جعل الله سبحانه وتعالى لنا السمع، جعل لنا البصر، جعل لنا الفؤاد كي نقبل بهذه الجولة على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى الآيات. كل الآيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الكون يجب أن نقبل عليها بهذه الكلية التي يمتلكها الإنسان. فجسدك كذلك يمتص من الكون هذه الدلالات، حينما يشعر بالبرد، حينما يشعر بالحرارة، حينما يشعر بذلك الجو اللطيف الرائق، حينما تبصر عيناك البحر ساجيا، حينما ترفع بصرك إلى نجوم السماء، حينما تتأمل الجبال في ضخامتها وجلالها، حينما تنظر إلى نهر جار، حينما تسمع زقزقة عصافير. في كل هذه الأحوال فإن جسدك مثل الهوائية التي تلتقط هذه الإشارات الآتية من ما خلق الله سبحانه وتعالى من آياته المبثوثة في الكون. إذا انظر أنت بجسدك تلتقط. الآن الله سبحانه وتعالى يريد كذلك لقلبك وعقلك أن يلتقط، ومن نفسك أن تلتقط، ولكن هذه المرة من وحيه، من كلامه. وهذه المرحلة إذا كانت المرحلة الأولى ربما يشترك فيها جميع الناس ويعيشونها، المؤمن والكافر، ولكن هذه المرحلة بالنسبة للإنسان المسلم خاصة. لماذا؟ لأنه يريد أن يستمع، أن ينصت لكلام الله سبحانه وتعالى، ومن ثم هو في حاجة إلى أن يطلب العون، لأنه يعلم يقينا أنه لا يستطيع أن يدرك مقاصد الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا، فهو في حاجة إلى تلك المعونة التي تأتيه من الله سبحانه وتعالى. فحينما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكأنني أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيح عني هذا العبء، وأن يدفع عني هذا العدو، وأن يجعل ساحتي خالية من هذا المنغص الذي سيغتالني في كل حين لكي يبعدني عن كتابه. ثم أريد كذلك أن يعينني، ولذلك جاءت كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا في اللغة العربية أن الباء للاستعانة، وحينما يقول الإنسان المسلم بسم الله فهو يريد أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في كل شيء يأتيه، لأنه يعلم أن هذه الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى إنما خلقها ثم سخرها للإنسان، وحينما سخرها للإنسان على الإنسان أن يقبل عليها إما برضا الله سبحانه وتعالى وبمعونته، أو أن يقبل عليها بطاقته وقدرته. وحينما يقبل عليها بطاقته وقدرته فإنه سيشقى، لأن يكون القوي بقوته، وتكون الممانعة كذلك بهذا الصدود وهذا الإقبال وهذه المغافصة. ولذلك نرى في الفكر الغربي أنهم يتحدثون عن الصراع مع الطبيعة، وكأن الأمر بالنسبة إليهم قائم على هذا الصراع. لكن بالنسبة إلينا حينما ننظر إلى هذه الطبيعة وندرك أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الأرض والسماوات وما بينهما، وسخر كل ذلك للإنسان المسلم، هي سخرها لجميع الناس، ولكن الإنسان المسلم يدرك أن التسخير هنا للذين أقبلوا على الله سبحانه وتعالى، وأنها ستكون طيعة في أيديهم، وأنها ستطرح البركة في أيديهم. لماذا؟ لأنها خلقت لكي تكون مسخرة للإنسان على أن يقبل عليها، على أن يدخل ساحتها من خلال بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا الاستعانة، قالوا الباء للاستعانة، ثم أن الكلمات التي جاءت صفات باسم الله الرحمن الرحيم، هذه الصفات الثلاثة التي جاءت في الآية الأربعة، العفو، رب العالمين، هذه الصفات والأسماء التي جاءت في الآية اسمين وصفتين، جاءت لكي تعطي للإنسان ذلك اليقين بأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق وأبدع بكن فيكون
هو رب العالمين الذي يدبر أمر هذا الكون ويرتب شؤونه ويسهر على حسن سيره، لأنه قائم في ملكوته، قائم في خلقه. ثم أنه هو الرحمن الذي بسط رحمته على جميع الكائنات التي خلقها سبحانه وتعالى، فلم يخلق كائنا من الكائنات هكذا وتركه. ثم الرحيم الذي يختص بهذه الصفة، صفة الرحيمية لعباده المؤمنين. إذا كانت الرحمن لجميع الخلق يتقاسمونها، وذلك هو عدل الله، فالله سبحانه وتعالى لم يخلق كائنا من دون أن يبسط عليه رحمته. لكن الرحيم هي خصوصية يتميز بها الإنسان المؤمن الذي لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وسنعود إلى هذه المسألة لكي نبسطها أكثر وأكثر في كلام يبين لنا لماذا كلمة بسم الله الرحمن الرحيم جاءت بعد التعوذ. أنت قد أبعدت عن ساحتك الشيطان، وجعلت الشيطان رجيما مرجوما، رجمه الله سبحانه وتعالى ولعنه، وكذلك الإنسان المسلم يرجمه بهذه الكلمة ويبعده عن ساحته، فهو يدفعه بعيدا عنه. ثم تأتي بسم الله الرحمن الرحيم ليدخل بها الإنسان المسلم على أي عمل يريد أن يعمله، لأنها باب التعبد في الأفعال. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل، أو في معنى الحديث كل عمل من غير بسم الله الرحمن الرحيم فهو عمل أبتر. أبتر من ماذا؟ أبتر من البركة، أبتر من الجانب العبادي الذي يجعل ذلك العمل الذي يقوم به الإنسان المسلم تعبدا لله سبحانه وتعالى فيما سخره الله له عز وجل.